السلام عليكم، ازيكم؟ انا فاطمة ابراهيم. هنعمل النهاردة نوعين من البطاطا الحلوة، الاتنين حلوين قوي. هنعمل واحدة مع حشوة الباف باستري، وهنعمل واحدة صينية في الفرن. الاتنين فعلا يستحقوا ان انتوا تجربوهم. يلا نشوف الطريقة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنجيب الأول البطاطا بتاعتنا نغسلها كويس جدا ونحطها في صينية وندخلها فرن سخن لمدة 30 دقيقة لغاية ما تستوي. بعد ما تطلع من الفرن هنسيبها لغاية ما تبرد شوية صغيرين علشان نعرف نشيل القشرة، بس ما نبردهاش جامد علشان القشرة ما تلزقش فيها. ونبدأ بقى ان احنا نقشرها لغاية ما نخلص الكمية كلها. طبعا البطاطا بقى الشتا بيبقى الموسم بتاعها وبتبقى مسكرة وجميلة جدا. ممكن طبعا ناكلها كده على طول، وممكن بقى نجربها كده بالطريقة اللي هنعملها مع بعض دي، برضو بتبقى حلوة جدا. بعد ما نخلص الكمية بقى كلها نبدأ نهرسها، ومهم ان احنا نستعملها وهي لسه سخنة شوية علشان تبقى بتتقشر معانا بسهولة زي ما قلتلكوا، وكمان تتهرس بسهولة. ونحط عليها نص كوباية سكر، ونص معلقة صغيرة قرفة، وربع معلقة صغيرة جوز الطيب اللي هي يعني حاجة كده صغنطوطة جدا عشان ما تبانش قوي، ونص كوباية لبن دافي. ونحط برضو نص كوباية زبدة، ممكن يعني نقلل الزبدة شوية حسب رغبتنا، والزبدة برضو تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان تسيح بسهولة مع البطاطا. ونقلبهم مع بعض كويس لغاية الخليط ما يندمج كويس مع بعض. وطبعا بقى ريحة القرفة مع جوز الطيب بتبقى رهيبة. لما بقى يختلطوا كويس نحط عليهم نص كوباية جوز مجروش، ده اختياري، بس برضو القرشة كده مع البطاطا بتبقى حلوة قوي. ممكن برضو نحط معلقتين كده، مش لازم نص كوباية، حاجة بس تزود الطعم بتاعنا. وهناخد نص المقدار ده هنحطه في صينية كده صغيرة تدخل الفرن، ونساوي الوش بتاعه كويس. وهنا بقى في ناس بتحط على الوش بتاعها بشاميل، بس انا عن نفسي بحبها من غير بشاميل، بحسها اخف شوية لان البطاطا اصلا تقيلة جدا. فهنحط على الوش شوية سكر علشان يدوا كرملة ويدوا لون حلو للوش بتاع البطاطا. وندخلها تاني الفرن سخن على درجة حرارة 200 لغاية ما تاخد لون حلو كده وتتحمر شوية. نعمل بعد كده اللي بعجينة الباف باستري. ممكن نستعمل عجينة الباف باستري دي بتتباع في اي سوبر ماركت، وممكن ان احنا نستبدلها بالجلاش. لو هنستعمل عجينة الجلاش هنجيب 6 ورقات جلاش وندهن بين كل ورقة معلقة سمنة، ونفردهم كده ونبدأ نقطعهم بالعرض وبعدين بالطول بالشكل ده، نفس عجينة الباف باستري، بس الفرق ان هيبقى 6 ورقات جلاش فوق بعض وكل ورقة مدهونة بمعلقة سمنة فوق التانية. وبرضو نقوم ماسكين كده الجلاش بتاعنا او الباف باستري وندخلهم في صينية كب كيكس، ونبدأ ان احنا كده نسويها كويس علشان تطلع معانا بعد كده على شكل قالب. بعد ما نخلص الكمية كلها نبدأ ان احنا نحط بمعلقة كده صغيرة البطاطا بتاعتنا، ونحاول ان احنا ما نملهاش قوي علشان لسه هتتنفخ شوية في الفرن. وبرضو ان احنا نسويها كده كويس، ونرش على وشها شوية سكر علشان يبقى فيه لون على الوش. وممكن برضو ان احنا نحط شوية جوز مجروش على الوش، برضو بيبقى حلو جدا. وممكن ان احنا نستعمل اي نوع مكسرات. وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 برضو لغاية كده الجلاش او الباف باستري ما ياخدوا لون، ونسيبها تهدى شوية صغيرة، وبعدين نبدأ نطلعها من القوالب بتاعتنا. بتبقى طعمها حلو قوي وسهل جدا في اكلها. وممكن كمان ان احنا نحطها لللانش بوكس لولادنا في المدرسة، لان بتبقى طبعا مغذية وطعمها حلو قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوله لايك وشير وكومنت، وما تنسوش تشتركوا في القناة. شكرا.